الانطلاق في لحظات وانطلاق في مهرجان النهائي يحضر شاهدتوه على الشاشة جواو هافلانج رئيس الاتحاد الدولي السابق ورئيس الكرة في البرازيل، ورئيس البرازيل كاردوزو قال انا متفائل بهذه المباراة، بينما جيرهارد شرودر المستشار الالماني يحضر هذا اللقاء بطموح كبير. انتظرنا المانيا بعد 4 سنوات في الموضوع. هذه اللحظات رائعة جدا، الانطلاقة في اجواء خطيرة على القائم الثاني واوليفر كان. البداية برازيلية على سوء طالع ام لا. كليبرسون يسدد والحارس اوليفر كان. تسديدة كانت عند كليبرسون، شنايدر على الجناح يلعب كرة خطيرة، كليبرسون صلحها الدفاع البرازيلي في اخر اللحظات على ميروسلاف كلاوزي. الفريق الالماني ممتاز، الفريق البرازيلي في وضع حرج لانه ممكن انتظر المانيا في الدفاع، فاذا بي فولر يلعب الهجوم. رونالدينو يحاول تسديد من رونالدو ضاعت الكرة الهدف الاول. غريبة من رونالدو، لم يفهمها الدفاع الالماني. ريفالدو رونالدو واللاعب البرازيلي اخطا طريق الشباك، اخطا او نسي في لحظات طريق الحالي وغيابه على المونديال. تلك البسمة ليست صحيحة يا بالك. المان ودفاعهم من روبرتو كارلوس. روبرتو يسدد، يتعدى كليبرسون، يفتح كرة جميلة، كرة ماركو بودي. مرة ثانية ماركو بودي يفشل في الترويج في مكان مناسب جدا. لذلك اقول اخشى لعشاق المانيا ان يكون ماركو بودا ايطالي جاناتزو من مجموعة 53 يعني تصميم اختاروا جانيتزا الايطالي. يلعبها رونالدو اوليفر كان ضيع الثانية. رونالدو اوليفر كان اسد الشباك الالمانية يخرج في التوقيت الكرة العرضية، يلعبها لشنايدر، التسديدة قوية لكن عالية. بيرند وينسي إيرمس لاعب بايرن ميونخ بطل اوروبا مع ذلك. خطيرة من كليبرسون التسديدة وضع الهدف الاول. كليبرسون انتظرنا رونالدو ريفالدو، فكان كليبرسون قريب من فتح باب التسجيل. التماس لمصلحة البرازيل في يسار الدفاع. رونالدو يتركها ريفالدو العارضة الأفقية تتصدى وتمنع الهدف على البرازيل. كليبرسون من جديد، كليبرسون التسديدة من رونالدو اوليفر كان. في هذه اللقطة يأكد اوليفر كان انه حقيقة عميد الالمان. الشوط الاول انتهى على هذه اللحظات، بل قل على هذه الغصرات للدفاع الالماني. البرازيل تسيدت الربع ساعة الاخير. كرة على العارضة امامكم من كليبرسون، كرة من رونالدو فسخ الحارس اوليفر كان. والشوط الاول ينتهي بنا. المانيا عندها لقبين في عام 74 و90. حتى لو فازت اليوم لن تمتلك الكأس للأبد، لأنه منذ امتلاك البرازيل لكأس جون ريمي جواو هافلانج في 74 في تسلم المقاليد الفيفا قال هذه الكأس ستبقى إلى الأبد ملك الفيفا، وفي كأس ثانية ذهبية تمنح للفريق الفائز. عشان نكونوا واضحين، إذا هذه نقطة قانونية. اللي في ذات اللحظة يصفر انطلاقة الشوط الثاني. صراع كبير على كل كرة. الفريق الألماني والهدف الأول ضاع بطريقة عجيبة من ينسي إيرمس. شوف الأقدار والكرة ماذا تفعل في تتويجها باللقب. كرة خطيرة والقائم الأيسر يتصدى لأوليفر نيفيل. كليبرسون في الشوط الأول العارضة والقائم في نصرة البرازيل. اوليفر نيفيل 0 من رونالدو. هذه الكرة بالراس والهدف الاول ضاع على مرتين. اي الكرة الاخيرة من جيلبرتو سيلفا. اوليفر كان مستحيل هذا الحارس. هدف برازيلي خيم في سماء يوكوهاما، لكن اوليفر كان ينقذ منتخب الالمان. كرة بالراس ريفالدو يلعبها رونالدو، هذه اختيرة رونالدو، هي كرة لتسديدة فرينكس، تأتي كرة فرينكس القوية، ضربة مرمى لماركوس. ألمانيا تتسيد المباراة. ذكرنا بانطلاقة الشوط الأول. كوبودا يلعبها في الوسط، ديتمار هامان يسدد. هامان كانت رهيبة جدا على دفاع البرازيل. ديتمار هامان
32 سنة، لاعب ليفربول و45 مقابلة دولية. في النهاية وسط كبار الكرة الألمانية روبرتو إدميلسون يلعب كرة ممتازة خطيرة، المراوغة من ريفالدو، لمسة يد يحتسبها كولينا، وهذه الكرة المنتظرة لعشاق السامبا البرازيلية. رونالدو ينفذ كرة تضرب في الدفاع، لم يكتب كافو، كرة خطيرة، كرة برازيلية، كافو من جديد يلعب على القائم الثاني، لا رونالدو ولا ريفالدو كان في الاستقبال، كرة كانت جيد. لايدر يلعب كرة عرضية خطيرة، ماركوس يتدخل لكرة شرايدر لأنه أوليفر نيفيل لم يلمس الكرة. كانت متابعة جيدة من أوليفر نيفيل من أحسن مهراروني، غير في الاتجاه الإيجابي من العقلية الكروية البرازيلية. في بطولة 58 سيباستيان كيل يستعد للدخول، ريفالدو يسدد العارض، رونالدو في الهدف الأول. أوليفر كان يرتكب خطأ البطولة قد يساوي، ورونالدو في الهدف الأول. ريو دي جانيرو مدينة الولد البرازيلي لويس نازاريو دي ليما الشهير برونالدو لن تنام هذه الليلة على الأقل في مستوى هذا التوقيت. البرازيل يتقدم بهدف، خطأ واضح من أوليفر كان، رونالدو في المتابعة، والهدف السابع لرونالدو في المونديال. البرازيل أول هدف فرينكس يسدد، فرينكس كرة خطيرة وعالية، حاطين على إيطاليا، ننتظر التسديدة، كرة خطيرة وضربة مرمى من يانس ييريمي. الأمتار تتهاطل بغزارة هنا في كوهاما، لحد الآن لا يلعب يعني بحس. التسديدة الألمانية قوية، تضرب في إدميلسون، أول لاعب أسمر يلعب في تاريخ ألمانيا. مراوغة جيدة، ريفالدو يتركها رونالدو الثنائية البرازيلية من رونالدو. واليوم رونالدو بهذه الثنائية يصبح رصيده 12 هدف في كأس العالم في مشاركته، عادل رقم الجوهرة السوداء بيليه. هذا بيليه الجديد البرازيل، خلاص فرصة المانشاف للتدارك. أما عشاق الألمان التسديدة قوية، تضرب في الدفاع، تضرب في إدميلسون أو لوسيو، والتماس لمصلحة ألمانيا. كرة قوية، نهائي كان ممتاز، قوة من فرينكس خطيرة، ماركوس على كرة بيروف. اسمحوا لي يا عشاق البرازيل، تمنيتها في الشبكة من أجل إثارة وتشويق في هذه النهاية. شرايدر يلعب كرة ألمانية، التسديدة من جديد والكرة بودا، ويدخل كريستيان زيغر لاعب توتنهام الإنجليزي. فرحة اللقب بكل قوة كأس العالم، فرصة أخرى تضيع على ألمانيا. اليوم الفريق الألماني يعني نقصه كان اللاعب اللي يلقى اللمسة الأخيرة أمام الحارس ماركوس. برازيل كانت أكثر نجاح وأكثر نجاعة، وإمكانية الهدف الثالث يلعبها طويلة بعيدة على ريفالدو. دقيقة 87 من المباراة، يقصدها المدربين لإخراج الهداف أو النجم من أجل تحيته ريفالدو. راميلوف قدم مقابلة كبيرة، تشورينو موتزيجي، دينيلسون يتعدى، دينيلسون يرفع كرة على القائم الثاني، خط هجوم في قبوله ل4 أهداف، بيحسب دينيلسون خطأ، مخالفة، وكولينا يمسك كرة الذكرى في المونديال. البرازيل في الكأس الخامسة بعد 58 في السويد، 62 في الشيلي، 70 في المكسيك، 94 في المونديال الامريكي، المونديال الاسيوي المشترك بين كوريا واليابان بالوان الاصفر والازرق او بقاعات السامبا. فرحة برازيلية كبيرة، انتصار مستحق وبطولة كان جدير بها فريق البرازيل او السيليساو. أوليفر كان ولينك، أوليفر كان لا أدري في عمر 32 سنة أو 33 هل يكون موجود بعد 4 سنوات. يستحق لقب كبير أوليفر كان، لكن هذه هي أحكام الكرة. رونالدو عنده الحاضر والمستقبل.